تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. بالجولة ما قبل الأخيرة من البريمير ليج، ليفربول بيتعرض لخسارة قاسية بالفيلا بارك أمام أستون فيلا برباعية مقابل 2، وبيحط نفسه بدائرة الخطر حول التأهل لدوري أبطال أوروبا. بحلقة اليوم رح نحكي عن اللقاء وشو صار فيه، بس قبل ما فوت بالتفاصيل لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك القناة تحت، وخلونا نفوت بالتفاصيل. إذا كان في مباراة بتلخص موسم ليفربول الكارثي بالكامل، فهي أكيد خسارة 4-2 ضد أستون فيلا بفيلا بارك. مباراة فيها كل شيء: أخطاء دفاعية ساذجة، انهيار ذهني، فرص ضائعة، عشوائية تكتيكية، وجماهير عم تطلع من الملعب وهي حاسة إنه الفريق فقد شخصيته بالكامل. ليفربول دخل المباراة وهو بيعرف إنه الفوز ممكن ينقذ موسمه بالكامل ويضمن تقريبا العودة لدوري أبطال أوروبا، لكن بدل ما يثبت شخصيته كبطل سابق، قدم واحدة من أكثر عروضه هشاشة بالموسم كله. والأسوأ إنه هالشي صار بمباراة مصيرية قدام فريق كان ألذع وأشرس وأكثر جوعا على أرض الملعب. البداية كانت خادعة وليفربول ضيع المباراة بإيده. بأول نصف ساعة باللقاء ليفربول كان أفضل نسبيا، استحواذ، ضغط، ومحاولات خجولة على مرمى إيميليانو مارتينيز. كودي جاكبو سجل هدف لكن لغى بداعي التسلل، وسوبوسلاي جرب يسدد من بعيد، لكن الفريق افتقد أهم شيء: القتال داخل المنطقة. غياب ألكسندر إيزاك أثر بشكل هائل. النادي قال إنه السبب احترازي بعد إصابته الأخيرة، لكن الواقع إنه ليفربول صار بيعتمد على مهاجم ما جاهز بدنيا ونفسيا. وحتى محمد صلاح أخطر لاعب بالفريق ما كان جاهز إنه يبدأ المباراة. وهون ظهرت مشكلة ليفربول الحقيقية بهذا الموسم: الفريق ممكن يسيطر على أرض الملعب لكن ما عنده القدرة إنه ينهي المباراة. مورغان روجرز يفتح أبواب الانهيار. أستون فيلا كان هادئ بالبداية، لكن مع الوقت بدأ يحس إنه خصمه مهتز على أرض الملعب، وقبل نهاية الشوط ب3 دقائق اجت اللحظة يلي قلبت كل شي بالمباراة: ركنية منظمة، ارتباك دفاعي من ليفربول، والكرة بتوصل لمورغان روجرز يلي أطلق تسديدة رائعة قدام ممرداشفيلي يلي ما قدر يعمل معها شي لهي الكرة. فجأة اتغيرت أجواء المباراة بالكامل. فيلا صدق انه بيقدر يسحق ليفربول، وليفربول رجع لنفس العقدة المعتادة: الانهيار بعد أول ضربة بيتلقاها. أما بالنسبة لسوبوسلاي، من أفضل لاعب إلى رمز الانهيار. إذا في لاعب حاول يحمل ليفربول أغلب الموسم فهو دومونيك سوبوسلاي المجري. كان من القلائل يلي حافظوا على مستواهن وسط هي الكارثة الجماعية، لكن حتى هو بالنهاية سقط. بعد ما عادل فان دايك النتيجة ببداية الشوط الثاني، بدأ ليفربول أفضل شوي، وحتى رويو نوغوما ضرب القائم بكرة كانت ممكن تغير كل شي بمسار المباراة، لكن بعد 37 ثانية فقط انهار كل شيء. سوبوسلاي أعاد ذكرى ستيفن جيرارد وانزلق بشكل غريب بوسط الملعب، وخسر الكرة بطريقة كارثية لتتحول مباشرة لهجمة مرتدة سريعة أنهاها أولي واتكنز بكل برود داخل الشباك. هي اللحظة قتلت ليفربول نفسيا، الفريق بعد اختفى تماما. أما أولي واتكنز كابوس أحمر لا يرحم. واتكنز لعب واحدة من أفضل مبارياته بالموسم، كان سريع على أرض الملعب، شرس، ذكي بتحركاته، وكل مرة بيستلم الكرة كان دفاع ليفربول بيرتجف. اللاعب سجل هدف، صنع الفوضى بكل هجمة، وضغط بشكل مرعب على خط دفاع بدا بطيء ومفكك، وبعدها أضاف هدف ثاني من مسافة قريبة بعد سلسلة تصديات من ممرداشفيلي. الحقيقة أنه دفاع ليفربول كان كارثي بكل معنى الكلمة. أي كرة طويلة كانت عم تتحول لفرصة خطيرة، وأي ضغط بسيط كان كفيل أنه يخلق ذعر جماعي بالخلف. جون ماكين يطلق رصاصة الرحمة. قبل النهاية بدقائق أطلق جون ماكين تسديدة جميلة أنهت المباراة رسميا. بهي اللحظات جماهير فيلا بارك كانت عايشة ليلة تاريخية، بينما لاعبو ليفربول كانوا تائهين بالكامل. حتى هدف فان دايك المتأخر
ما كان له أي معنى، مجرد هدف شرفي لفريق خسر كل شي تقريبا. الهزيمة ما كانت مجرد خسارة عادية، بل فتحت أرقام صادمة. ليفربول استقبل 51 هدف بالدوري، أسوأ رقم بتاريخ النادي بعصر 38 جولة. الفريق استقبل 20 هدف من كرات ثابتة، أكثر من أي فريق آخر بالبريمير ليج. خارج أرضه ضد فرق التوب 9 حصد نقطة واحدة فقط من أصل 24 نقطة. ما قدر يقلب أي مباراة بالدوري كان متأخر فيها بالشوط الأول طوال الموسم. كل هي الأرقام بتحكي عن فريق فقد التوازن بالكامل. أما أرني سلوت، المشروع الذي بدأ ينهار لما استلم أرني سلوت الفريق، كتير من الناس توقعت بداية عصر جديد بعد كلوب. البداية كان فيها حماس وأفكار هجومية جميلة، لكن مع مرور الأشهر صار واضح إنه الفريق عم يتراجع بكل شيء. لا دفاع مستقر، لا شخصية قوية، لا ردة فعل وقت الضغط، ولا حتى حلول تكتيكية بالمباريات الكبيرة. الأخطر إنه الجماهير بدأت تفقد الثقة فيه بشكل علني. وبعد المباراة تصريحات سلوت كانت هادئة أكثر من اللازم، وكأنه عم يحاول يقنع نفسه قبل ما يقنع الناس. قال إنه الفريق بحاجة بعض التعديلات فقط، لكن الواقع بيقول إنه ليفربول بحاجة لإعادة بناء شبه كاملة. صفقات فاشلة وموسم مخيب للآمال. ليفربول صرف مبالغ ضخمة بالصيف الماضي، لكن العائد كان كارثي مقارنة بالتوقعات. فلوريان فيرتس يلي كان مفروض انه يصنع الفارق مع الفريق الانجليزي، دخل المباراة وقدم واحدة من اضعف مشاركاته، تسديدات ضعيفة، بطء بالقرار، وتأثير شبه معدوم. كتير من جماهير ليفربول صار عنده شعور انه النادي دفع اموال هائلة بدون نتائج حقيقية. اما استون فيلا، مشروع إيمري العظيم، بينما كان ليفربول ينهار، أستون فيلا كان عم يعيش ليلة تاريخية. أوناي إيمري نجح بتحويل النادي من فريق وسط الترتيب إلى قوة أوروبية حقيقية. التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا إنجاز ضخم جدا للنادي. والأجمل بالنسبة لجماهير فيلا إنه الفريق ضمن التأهل قبل نهائي الدوري الأوروبي القادم، يعني صار قادر يركز بشكل كامل على حلم تحقيق لقب قارة. المدرجات كانت عم تحتفل وكأنها عاشت حلم مستحيل قبل سنوات قليلة. جماهير ليفربول الغضب بدأ يتحول لقلق حقيقي. المشكلة الأكبر مو بس بالخسارة، بل بالإحساس العام إنه الفريق ما عم يتطور أبدا. الناس كانت تتقبل السقوط لو في مشروع واضح، لكن يلي عم يصير يبدو كأنه ليفربول يدور بحلقة مفرغة. أخطاء دفاعية متكررة، انهيار ذهني سريع، إصابات، وتراجع نجوم كبار ولاعبين جدد ما عم يعطوا الإضافة المطلوبة. حتى شخصية الفريق يلي كانت مرعبة بعصر كلوب اختفت تقريبا. بعد هي الخسارة ليفربول صار مضطر يدخل الجولة الأخيرة وهو عم ينظر خلفه بخوف. بورنموث وبرايتون ما زال عندن فرصة، وأي تعثر جديد ممكن يحول الموسم من سيء إلى كارثة بالكامل. والأخطر إنه الفريق ما عم يعطي أي إحساس بالثقة. ليفربول ما خسر فقط مباراة بفيلا بارك، بل خسر جزء كبير من هيبته. الفريق بدأ مرهق ذهنيا وجسديا، وكأنه اللاعبين أنفسهم صاروا يعدوا الأيام حتى نهاية الموسم. أما أستون فيلا فكان العكس تماما، فريق مؤمن بنفسه، منظم، شرس، وعرف شو بده من اللقاء. وبينما كانت جماهير فيلا عم تغني نشيد دوري الأبطال بعد صافرة النهاية، كان لاعبين ليفربول عم يغادروا الملعب بوجوه فارغة، وكأنه بيعرفوا انه هذا الموسم لن ينسى بسهولة ابدا. هون نحن بنوصل لنهاية حلقتنا. بتمنى تشاركونا رأيكم بالتعليقات تحت، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات لأنه مهم، وتشاركوا الحلقة عن كل أصدقائكم. ودمتم بخير، والسلام عليكم.